ازيكم؟ انا بطلب من حضرتك وبطلب من الناس اللي عندك تسمع قصتي الاول، وبعد كده تحكم عليا اللي انا فيه ده صح ولا انا ليا ذنب ولا ماليش ذنب. خليني ابدا في القصه على طول واقول لكم هي بعتت لي وبتقول لي ايه. بتقول لي انا عندي 40 سنه، متجوزه وعندي ولد وبنت ربنا يحفظهم. كنت دايما بسمع كلام من جوزي بيجرحني، وكان عندي احساس دايما بعدم الرغبه والاشباع من جوزي في الحب والكلام الكويس. أنا فقدت أبويا وأمي وأختي الوحيدة. كنت دايما بدور على حد يحتويني ويحبني، وكنت دايما بدور على صحبة تحسسني وتعوضني بحنان الأم والأخت. كنت دايما بدور ده وما كنتش بلاقيه. ولادي دايما بيحتووني في كل حاجة وبيبقوا جنبي، ولكن أنا محتاجة إن أنا أسمع كلام كويس. أنا روحي حلوة ولكن شكلي مش حلو. الموضوع ده مأثر فيا جامد ومخليني دايما محتاجة ان انا اسمع كلام كويس. اجبرت على ان انا لازم انزل واشتغل عشان اصرف على نفسي واكون في كل اللي محتاجاه. في مرة قررت ان انا اخش موسوعة الميديا والفيسبوك والسوشيال ميديا، ان انا اكلم شباب واحكي لهم. كنت بعمل الموضوع ده بس الحمد لله ما كانش فيه مقابلات، ولكن انا تبت وبعدت عنه خالص، لان دي حاجة عارفة ان هي تغضب ربنا. بس خليني اقول لكم، لما يكون الانسان حاسس وعايش مع شخص في خياله، يقعد يتكلم معاه على اوجاعه وحزنه ويشاركه ويقوله ان انت وحشتني وهو اصلا مش موجود. انا مش عارفة اللي انا فيه ده سببه ايه، وكنت بتمنى ان الناس اللي عندك تقولي الحالة اللي انا فيها دي اخرج منها ازاي ولا اتعافى ازاي. فاتمنى من حضرتك ومن الناس اللي عندك تقولي اتصرف ازاي في حاجة زي دي. في الاول لو حضرتك بتتفرج عليا من الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو. اما لو حضرتك بتتفرج عليا من اليوتيوب فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بداية كده نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. انا شايف من وجهة نظري، دايما بقول ان وجهة نظري المتواضعة جدا، ان اول حاجة ربنا يرحم والدك ووالدتك واختك. ثانيا اعتقد ان انت ربنا رزقك بولد وبنت يعوضوك عن والدتك وعن اختك وعن ابوك. المفروض ان انت بقى تقربي منهم وتشوفي ايه الاحتياج اللي انت حاساه او اللي انت عايزاه. مش شرط انه يكون من جوزك، اولادك هم هيخففوا عليك كل اللي انت حاساه ده. واول حاجة لازم تعمليها ان انت لازم تقربي لربنا وتبعدي عن كل المواضيع اللي حضرتك اتكلمت فيها. انا بشوف الصراحة اني بجيب كل اللوم على اي راجل ان هو مقصر مع زوجته، اذا كانت حلوة وحشة زي ما يكون هو شايفها في وجهة نظره. انت انسانة اخترتها لازم تراعي ربنا فيها. يعني هي لو ما سمعتش كلام كويس ولا كلام طيب، يعني ده اساس الجواز مودة ورحمة. يعني هو ولا عمل المودة ولا عمل الرحمة، فبالتالي بلوم كل اللوم على اي راجل. مش طبعا اكيد مش هدى عليه ولا اقول كلام بايخ، مش عشان انا راجل والله، عشان خاطر انا ما بحبش اغلط في اي حد، ولكن اكيد ربنا شاهد وعالم بكل اللي بيجرالك بسببه، وربنا هيحاسبه عليه. ولكن يعني انا بستأذنك لو حضرتك تقدري تروحي لدكتور او دكتورة نفسي يشوف حالتك ويقدر يشخصها لك، ويعني على سبيل المثال ان هو هيقدر يفيدك. ولكن انا في وجهة نظري زي ما قلت لحضرتك في البداية المتواضعة جدا، رقم واحد الصلاة، وحضرتك ان انت تقربي لربنا. رقم اتنين ولادك اهم حاجة في الدنيا. طبعا وانا بتضايق او بشوفها ان هي مش كويسة لأي حد بيقول ان هو مش شكلا مش حلو. ربنا ما بيخلقش حاجة مش حلوة، كل واحد في الحلو وفي الوحش. اعتقد ان كلامي واضح كده، واتمنى ان تكون الرسالة وصلت لحضرتك. واكيد الناس طبعا هتقول رأيها في الكومنتات، وانا اكيد برد على كل الكومنتات بتاعت الناس.